السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة حكاية. هنعمل النهاردة كوسة بالبشاميل. لو مش بتحبي الكوسة هتحبيها بالطريقة دي جدا. هنجيب طاسة. طبعا انتوا شفتوا تقطيعة الكوسة ازاي في الوصفة. هنا هنجيب طاسة نحط فيها زبدة وزيت، وهندي كده لون بسيط لكل وش من الكوسة يعني. بالظبط كده. دلوقتي هنعمل مع بعض التعصيجة بتاعت اللحمة. حلة فيها زبدة وزيت أو سمنة وزيت، وهننزل ببصلاية كبيرة. تمام. احنا عايزين بس تقلبتين كده للبصلة يا دوبك تصفر. احنا مش عايزين البصلة تاخد لون خالص، لان احنا عايزين الوصفة بتاعتنا تبقى مسكرة كده. اتبعي الخطوات بتاعت الفيديو كده وهتطلع معاكي احلى صينية كوسة بالبشاميل ان شاء الله. بالظبط. حطينا البصلة اصفرت، حطينا ورقتين لورا، ونزلنا باللحمة المفرومة تشويحتين كده. والبهارات بتاعتنا او التوابل بتاعتنا عبارة عن بهارات لحمة وفلفل اسود وملح، ونص قالب مرقة دجاج او لحمة. تمام. ما تنسوش تحطوا اللايك وتحطوا لي كومنت سكر زيكم كده، وتشتركوا في القناة، وان شاء الله تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها وتعجبكم. تقلبتين بقى للعصاج ده كده. تمام قوي. احنا خلصنا العصاج يعني. طبعا الكوسه احنا خلصنا الكميه كلها، حطينا نصها في البايركس من تحت او الصينيه بتاعتك، وهنحط اللحمه فوق الطبقه الاولانيه، وهنحط بعد اللحمه الطبقه بتاعت الكوسه الباقيه. هنشوف مع بعض اهو في الفيديو. دي اول طبقه اهو. وزعيها كويس. هتنزلي باللحمه المفرومه، وبعدين الطبقه الاخيره بتاعت الكوسه، واخر حاجه البشاميل. اهي الطبقه التانية. يلا نعمل بشاميل مع بعض. هنجيب حلة او طاسة نحط فيها زبدة وزيت او سمنة وزيت برضو. هننزل ب3 معالق دقيق. انا هنا بقى عايزاكي تحمصي الدقيق كويس جدا، علشان يعني الطعم بتاع الدقيق ده يروح. تمام. فقلبيه كويس جدا مع المادة الدهنية. تمام. وهننزل بعد ما نديله تقلبتين كده باللبن. وهننزل كمان بمج شوربة لحمة، شوربة دجاج، اي شوربة متوفرة عندك. ولو مش متوفرة عندك كفاية اللبن بس. تمام. والتوابل معانا برضو ملح وفلفل اسود، وبرضو مرقة دجاج او لحم. وهنحط كمان شوية سكر. هنا السكر في البشاميل ده برضو بيبقى يعني بيديها تطعيمة كده حلوة. ده على طرف المعلقة كده شوية سكر. وكمان ضفت بدي كلها اضافات يعني. حابة تضيفيها تمام، مش حابة تضيفيها مفيش مشكلة. ضفنا كمان مع بعض هنا شوية جبنة موتزاريلا. وطبعا الجبنة الموتزاريلا يا ريت يعني كل واحد وامكانياته طبعا، بس الجبنة الموتزاريلا اللي هي طبيعي 100% بتديكي تطعيمة ومطة احلى بكتير من الجبنة المكتوب عليها انالوج. انالوج اصلا مش صحية خالص. فلما تجيبي الجبنة الموتزاريلا اتأكدي ان هي مكتوب عليها 100% لبن طبيعي. ادي الشوربة. البشاميل كان كريمي جدا وتحفة. طبعا مشغلين الفرن على اعلى درجة حرارة. في الرف اللي في النص برضو بتقعد تقريبا نص ساعة. تمام. جربيها لو مش بتحبي الكوسة يعني هتحبيها جدا والله. لذيذة جدا وحاجة كده جوسي، وبتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. ووصفة سهلة وسريعة وبسيطة وكمان مفيدة يعني. ده القوام اللي احنا عايزينه للبشاميل اهو. زي ما انت شايفة كده، ما شاء الله كريمي جدا. مظبوط. يلا بقى هندخل البايركس الفرن. يلا نشوف النتيجة مع بعض. احلى طاجن كوسة بالبشاميل هتجربيه وتعمليه في حياتك بألف هنا. استناكم الفيديو الجاي. مع السلامة.